مساء الخير، عاملين ايه؟ كل سنة وانتوا طيبين. جيت النهاردة عملتلكوا كبدة طعمها يستاهل بقكوا وريحتها هتجيب لآخر الشارع. الجيران كلها هتطلع تقولكوا أكلونا معاكوا. هقولكوا بقى على تتبيلة للكبدة هتعجبكوا جدا وهتحبوها قوي ومش هتبطلوا تعملوها. ده كان نص كبدة، حطيت عليه معلقة صغيرة من الشطة ومعلقة صغيرة من الكمون. حطيت عليه معلقة صغيرة من التوم البودرة ومعلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة، وحطيت عليه رشة ملح، وهبدأ ان انا اقلبهم كده كويس، وهنزل عليهم بحوالي ربع كوباية صغيرة من الخل، وهبدأ ان انا اقلبهم كويس. طبعا بعد ما اقلبهم واخلي كل البهارات دي تدخل جوه الكبدة والكبدة تتشرب منها، هكون فارمة معايا كام فص توم كده، يعني حوالي 4 5 فصوص توم. هفرمهم كويس وهنزل بيهم على الكبدة. هبدأ ان انا اقلب الكبدة كويس قوي بالثوم والخل وكله. انا هنزل برشة كمون كمان كنت محتاجاها. هقلب برضو رشة الكمون ديت. بصوا، هي الكبدة تحب الكمون والكزبرة قوي. هجيب الثوم بقى دلوقتي وابدأ ان انا انزله عليها. هنا كانت الكبدة معايا متلجة، فكنت بفكها بس شوية بالمعلقة وطلعتها من الفريزر من بدري، بس كانت لسه ماسكة يعني عشان الجو سقع. هنا يعني دي كانت حوالي معلقة صغيرة من الثوم. حطيت على الكبدة وهبدأ ان انا اقلبها كويس قوي، وهسيب التتبيلة ديت، هسيب الكبدة بالتتبيلة بتاعتها حوالي نص ساعة ساعة، الوقت اللي انتوا عايزينه. ولو عايزين تعملوها من بالليل وتحطوها في التلاجة هتبقى طعمها حلو جدا. جبت هنا مع حوالي 3 معالق كبار من الطحينة. هعمل بقى طحينة جنب الكبدة، وبصي الطحينة اساسا حبيبة الكبدة، يعني بتدي للكبدة طعم حلو جدا. هنزل عليهم ب3 4 معالق زيت كده، ورشة ملح، وعصير ليمونة، وهحط عليها كمون. تمام، هحط عليها كده معلقة كمون صغيرة ونص معلقة شطة. اهي بصوا، نص معلقة شطة. طبعا اللي حابب يحط شطة يحط، اللي مش حابب خلاص براحتكم. هنزل بقى كده بفص توم مفروم. فص التوم ده انا كنت بشربه، وهقلبه كده كويس عليها. والليمونة اهي انا بعصرها. يبقى هنا الطحينة هحط عليها نص معلقة كمون، نص معلقة شطة دي اختياري، عصير ليمونة كاملة، رشة ملح، حبة زيت، بس كده مش اكتر. وهبدأ ان انا بعد ما هعصر الليمونة اهيت هقوم جاية مقلباها كلها في بعض، وهنزل بالمية شوية شوية. انا هنا مش عايزة المية تبقى، مش عايزة الطحينة تبقى خفيفة، انا عايزاها تبقى ماسكة كده شوية، علشان اللي يغمس بالكبدة وكده هي ما يتبقاش طايصة كده في الطبق. هقلبها كده كويس. لقيتها تقيلة جدا، فهرجع ان انا ازود لها حبة مية كمان. بصوا هنا، عشان هي الطحينة دي نوعها حلو قوي فكانت بتتقل معايا. هجيب بقى المضرب بتاعي، هو مضرب يدوي كده، هبدأ ان انا اقلب الطحينة بيه، علشان كل البهارات اللي انا حطيتها على الطحينة والمية تتقلب كلها كويس في بعض. هقلبهم اهم كويس لحد ما كلهم يتخلطوا مع بعض. لو اول مرة تشوفوني ادعموني بشير ولايك واشتراك في القناة. اهو بصوا، انا هبدأ ان انا اقلبها. بصوا بقى شكلها عامل ازاي لما اتضربت بالمضرب. هجيبها بقى وهقوم جاية حطاها في طبق تاني، علشان يعني يبقى شكلها كده حلو. هلم كله بالسباتيولا واحطها في طبق. تمام، انا جبت الطبق اهو. هبدأ ان انا افضي فيه الطحينة اللي معايا كلها. بصوا بقى، جبت بقى حلة وحطيت فيها حبة زيت حلوين كده، وهنزل فيهم بكمية الكبدة كلها اللي معايا، النص كيلو كبدة كلها. طبعا كانت قعدت حوالي نص ساعة ساعة الا ربع كده، وبعد كده عملتها. بصوا بقى ريحتها كانت طالعة فايحة في البيت كله. صدقوني مش هتندموا، هتبقى يعني نفس طعم كبدة المحلات بالظبط، ويمكن دي احلى وانضف كمان. هقلبها كده كويس قوي، وهسيبها بقى على النار كده تتشوح. ومن وقت للتاني هبدأ ان انا اقلبها، بس مش هقلبها كتير عشان ما تتهريش. بصوا دي مراحل من السوا بتاعتها. هعرف منين بقى انها استوت؟ لما الاقيها مسكت نفسها كده، اللون بتاعها بقى رمادي كده، متحمرة كده زي ما انتوا شايفين. كان عندي قرنين فلفل، قلبتهم، سوري، قطعتهم وحطيتهم على الكبدة لما استوت. يبقى هنا الفلفل هنستنى لما الكبدة تستوى، وبعد كده هنحط الفلفل على الكبدة، وهنزل عليها بعصير ليمونة،
وكده خلاص كانت الكبدة معايا خلصت. الفلفل ما بيتحطش اثناء الكبدة عشان ما يتبلش اثناء ما الكبدة بتستوي، عشان ما يتبلش بيتحط بعد ما الكبدة بتستوي. هقلب بقى كده الليمون مع الفلفل مع الكبدة مع بعض، وكده كانت الكبدة معايا خلاص خلصت. وده كان شكلها الاخير. بصوا بقى شكلها لما اتحمرت عامل ازاي، ودي كان طبق الطحينة، وده المخلل اللي انا كنت عاملاه معاكم لو فاكرين. يا رب تكون طريقتي النهاردة عجبتكم وهتعملوا الطريقة دي في الكبدة، وان شاء الله مش هتبطلوا تعملوها بالطريقة بتاعتي، واعملوها وقولولي رأيكم في الكومنتات، وبألف هنا وشايفة عليكم.